ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ احنا النهاردة بقى في جولة احنا فين؟ خروجة احنا فين؟ هي بتبقى سهلة على الناس اللي هنا، بس احنا النهاردة بقى هنكفلكم ونشوف انتوا هتعرفوا احنا فين ولا مش احنا فين؟ هو احنا فين؟ هم فين؟ ان شاء الله الموضوع هيبقى سهل. هيبقى سهل بسبب الكوبري اللي على اليمين. ابتدينا الجولة منين يا جماعة؟ هجيلكوا أنا على الشمال خالص، الشارع ده واسع جدا علشان بقى تشوفوا احنا فين. لا يا جماعة، الطرق في مصر بقت حاجة تانية. شايفين الطريق عامل ازاي أصلا؟ أنا كده في الشمال خالص على شمال الرصيف، حاجة كده جميل جمال ملوش مثال. يعني أنا عايزكم بقى تقولوا لي الجولة دي ابتدت منين؟ انتهت. أنا مش هطول يعني اللي هو إيه سكة 10 دقايق كده وهقفل. هعمل لكم جولة تاني في منطقة تاني. المنطقة دي أنا بحبها جدا أصلا، يعني يعتبر إن أنا كنت ساكن هنا زمان، سبت المنطقة قدام شوية. ساكن قدام شوية. طبعا احنا دلوقتي في الكوبري، هننزل بقى من الكوبري ده نلاقي بقى مساكن كبيرة بقى وكتيرة ونضيفة وحتت حلوة كده معروفة. وعلى ايد الشمال يعني أشهر حاجة في جمهورية مصر. طبعا اللي هيعرف اللي على اليمين هيعرف اللي على الشمال، بس ما يتصورش يعني عبارة عن صورة بس. قولوا لنا بقى احنا فين، المفروض تعرفوا بقى، يعني الموضوع سهل جدا. هي الجولات دي يا جماعة مفيدة ولا لا؟ الجولات بتاعت احنا فين دي مفيدة؟ السرعة هنا 80، حلو 80، أنا ماشي 60 يعني. جولات احنا فين مفيدة ولا الجولات التانية اللي هي بتصور الشارع نتكلم مثلا أنا رايحين الحتة الفلانية؟ قولوا لنا في التعليقات أنهي أحسن. لو إن مفيش نافع، مش نافع لا كده ولا كده. مبقاش حد يعلق لي دلوقتي غير يعني 2 3. بس الفيديوهات شغالة يعني. المنطقة دي جميلة يا جماعة وأنا بحبها. ده في جوه في المنطقة دي يعني منطقة سوق جملة، يعني جوه كده في محلات جملة كتير جدا عاملة زي بتاعت العتبة. قدام شوية مش هنا. طبعا عرفتوا احنا فين من زمان. الشارع ده يا جماعة زمان كنت بمشي فيه، يعني بالذات الحتة اللي قدام شوية دي منطقة كده هي كانت ملاهي المنطقة دي، بس هي الملاهي دي اتقفلت. كنت ممكن أقف في المنطقة دي 2 3 ساعات من شدة من كتر الزحمة اللي هنا. والله العظيم نسيت آخر اليوم كنا بنيجي كده مثلا نبقى مروحين ونيجي نركن هنا بقى قبل الملاهي اللي هنا دي، والطريق يقف ونفضل بقى واقفين نعرف اللي هو بقى بنتعرف على وناس بتموت وناس بتصحى وناس بتتولد وناس بتتشقلب، ونتعرف على بعض ونقعد نكلم بعض، نقف باليومين هنا مع بعض. هي بقى الشوارع ده بصوا حتى محل نجف،
الشوارع دي كلها بقى محلات توب. الملاهي بقى يا جماعة اللي أنا بقول لكم عليها دي كنا زمان بنجيها واحنا صغيرين، كنا بنقطع زي دفتر كده. احنا لسه بقى عيال صغيرين، كان بيجي معانا مثلا عمي بابايا الناس دي، دفتر بقى كده. الدفتر ده في بقى ايه الالعاب اللي انت هتلعبها في الملاهي. تروح بقى بيت الرعب تديله تذكره، تروح مش عارف ايه، الدفتر كله بقى مع بعض. نخش يمين عشان احنا داخلين، وهنخش بقى نوريكم الملاهي اللي هي بتاعت اللي احنا كنا بنجيبها. بس خلاص بقى الناس السكان اللي هنا اشتكوا من الاصوات والسويت بتاع الهادي، السويت بقى بتاع الاطفال والحركات، لغوها وشالوا الالعاب منها وكل حاجه، بقت جنينه كده فاضيه. والله كانت ايام الطفوله، كانت ايام جميله. بس كده عدينا المنطقه بتاعت الملاهي، داخلين بقى على ايه قولوا انتوا بقى. نروح في الشمال بقى تاني عشان نصور برضه المنطقة دي. وفي قدام بقى على اليمين كده بيبقى فيه سيرك، يعني مكان كده دايما بيبقى سيرك كده، معرفش ده شالوه ولا موجود. ما بتشالش شالوه. لا ده مجمع، لا ده تبع النادي، المنطقة دي تبع النادي. بس كان فين السيركة؟ احنا مرة جينا السيرك اللي كان هنا زمان، ايه ده؟ ايه الجبل ده؟ في عربية نقل هتدوس فوقيها دلوقتي، عربية نقل محملة بترول هتدوس فوقيها، بس سعرها عدى حاجة. الله يسامحك خطتنا، انت لو لبستنا هننفجر، هموت منفجر. ايوه هو ده اعتقد. احنا كده خلاص، احنا نلف كده خلاص كده. عرفت احنا فين ورحنا فين وجينا منين، واللي على ايدينا اليمين ده تبع نادي ايه. خلاص كده حلوة. استنوا بس لما نلف كده اللفة عشان نوريكم الجنب التاني ونقفل. معروف في المنطقة دي، بحبها برضه سبحان الله. وبالذات بقى المساكن اللي على ايدي الشمال دي، البيوت اللي على ايدي الشمال دي انا بحبها قوي. الفيو بتاعها يا جماعة عالمي. لو انت تبقى قاعد كده في البلكونة قدامك هواء طلق، يعني قدامك بص، يعني انت هتبص كده البيوت اللي هنا كده قدامها الصحراء. انا بعشق الفيو ده، اقعد في البلكونة دي ويبقى قدامي الهو ده، محبش انا ابقى قدام حد. خلاص كده يا جماعة انتوا عرفتوا احنا فين، قولوا لنا بقى احنا فين. واقول لكم النهارده ايه صح؟ النهارده ايه؟ النهارده كام؟ النهارده 1/9. سنة وانتم طيبين بقى، الشهر خلص. سلام يا جماعة.